أهلا بكم في حلقة جديدة من كاريزما. النهاردة هنتكلم عن فيلم مميز ومنتظر بشدة، وهو فيلم هيبتا الجزء الثاني. كلنا فاكرين الجزء الأول اللي حقق نجاح كبير وكان حديث الجمهور والنقاد، واللي ناقش فيه الكاتب محمد صادق مفهوم الحب بمراحله المختلفة من البداية للنهاية. الحب هو اللي بيخلي الواحد فينا يشوف معنى حلو للحياة. أنا من وجهة نظري إن الحب لازم يعدي ب7 مراحل. رقم 7 ده عجيب، وبما إن 7 رقم يرمز للكمال، علشان كده ما كانش غريب أبدا إن مراحل الحب المكتمل يبقوا 7 برضه. خلاص عرفنا إنك بتقرأ أفكار البشر. الجزء الثاني مكمل للقصة وبيغوص أكتر في تفاصيل جديدة عن العلاقات ومراحل الحب، بس بيقدمه بشكل أعمق وأقوى، خصوصاً إن الجمهور اتعلق بشخصيات الجزء الأول وعايز يعرف إيه اللي حصل معاهم بعد الأحداث اللي شفناها. الفيلم بيحافظ على نفس روح الجزء الأول، بس مع إضافة لمسات فنية جديدة وأسلوب بصري متطور أكتر. وحسب تصريحات المخرج، الجزء ده هيكون أكتر عمقاً في تناول مواضيع الحب والتضحية وحتى الفراق. وطبعاً التمثيل مازال في مستوى عالي، ووجود نجوم جامدين زي منة شلبي وكريم فهمي وسلمى أبو ضيف وأسماء جلال وكريم قاسم وميان السيد وحسن مالك أضافوا روح للشخصيات وجعلوا الأحداث تبقى أكتر حماس وتشويق. الجمهور هيشوف حاجات كتير مفاجأة، وأكيد هيكون فيه دموع وضحك وحب وألم. الفيلم بيحمل رسائل كتير عن الحياة والعلاقات اللي بتسيب أثر في نفس كل شخص شاف التجربة دي بشكل حقيقي، وبيجاوب على أسئلة كتير عن الحب. وهل فعلا فيلم هيبتا هو 7 مراحل كلنا بنمر بيها؟ في النهاية، لو انتم من عشاق الأفلام الرومانسية أو بتدوروا على قصة مؤثرة بتناقش الحب بطريقته الخاصة، فيلم هيبتا الجزء الثاني يستحق تروح تشوفوه لما يعلنوا عن ميعاده. ومتنساش تعمل لايك للفيديو علشان الاستمرارية وسبسكرايب للقناة، واستنونا في حلقة جديدة من كاريزما.